تحياتي، يسعد مساكم، يسعد أيامكم. كيفكم حبايب القلب؟ حبايب القلب، بدي أحكي موضوع كتير مهم، موضوع رياضي واجتماعي. هو عن رياضة بناء الأجسام، رياضة كمال الأجسام. هي رياضة كتير حلوة وجميلة وممتعة جدا جدا جدا، وممكن تمارس بمختلف الأعمار، يعني معك لا 60 و70 و80 سنة، نساء رجال. بس يلي بدي أقوله انه انت لما بدك تلعبها لهي الرياضة، كنت مبتدئ واول ما داخل عليها، انت عم تلعبها لترضي غيرك شي ولا لترضي غرورك؟ عزيزي، بدك تمارس هي الرياضة، لا تمارسها لترضي غيرك ولا لحتى ترضي غرورك. هي الرياضة شوي رياضة استثنائية مختلفة عن باقي الرياضات، إلها خصوصية معينة، وفي إلها يعني جوانب تانية. ليش عم نحكي هذا الموضوع؟ هذا الموضوع يعني الشباب، خصوصا المراهقين أول طلعتهم، بيحبوا، يعني أنت تحب تهتم بجسمك، تعمل فورمة، تعمل قوة عضلية، كتلة عضلية، تقوي جسمك، لياقتك البدنية. هذا الكلام أبدا ما نو غلط. بس الغلط إنك لما تروح وتستعجل وتدخل بشيء أنت بغنى عنه، وهو محسنات الأداء والمنشطات وإلى ما هنالك، يلي ممكن تقلب عليك وتعمل لك أضرار كتير كبيرة لجسمك. هلأ أنت أهم شيء بالنسبة لهي الرياضة بالذات حبايبي، بدك تحدد هدفك منها. هلأ تعرف شو بدك منها. أنت داخل علي لحتى تصير بطل؟ داخل علي لحتى تعمل تصليح أو صيانة لجسمك؟ حابب تعمل بناء؟ حابب شو بدك منها؟ عندك هدف؟ شو هدفك منها؟ لأنه كل هدف، كل شيء بدك منه، يعني كل هدف وله خصوصية. بدك تصير بطل وتطلع منصات ومسارح، في إلى جانب. بدك تمارس رياضتك لإلك، بس إلى جانب. فليلي بدي أقوله لهيدي الشريحة، انتبهوا منيح والعبوا رياضة صح بعقل وبمنطق، واعتمدوا على العلم بكل شيء. بالنسبة للمحسنات الأداء والمنشطات، يعني هي إلها خصوصية كتير كبيرة، ما بدي أدخل فيها ولا بدي أدخل بخدمة. طبعا هي بحاجة لإشراف وإلها خصوصيات كتير كبيرة. يعني لبين ما تدخل بهذا المجال لازم تكون أنت فعلا محضر صح، محضر غذائيا، محضر صحيا، عضليا، لتدخل فيها. لذلك أنا بحب دائما أقول انتبهوا بهذا الموضوع، مشان عمل ما تتأثروا وتتضرروا. العاب مو لحتى ترضي غيرك، العاب لك، العاب لنفسك. أه بعدين فكر بالمستويات الأخرى، بالمستويات الأعلى. يعني أنت أول شي بلش ليفل، مستوى. بعدين لما بتوصل على المستوى اللي بدك إياه، يعني تشوف حالك أنت قادر، بعدين تدخل بالمجال المتقدم. ويفضل دائما يكون حدا خبير أو طبيب أو محترف يراقبك. حبيت لكم هالكلمتين حبايب القلب، ويعطيكم العافية.